السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. لسه أيام معدودة وندخل على العيد، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا النهاردة هنعمل كحك العيد، ما يختلفش عن طعم كحك العبد. تابع المقادير وخليكي معايا للآخر، وإن شاء الله تدعيلي دعوة حلوة من قلبك. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على المقادير. الخطوة اللي انا بعملها ديت اختياري، لو مش حابة تعمليها استبعديها. مسحة كده من السمنة في الطاسة، وهنزل بكوباية من السمسم وارفعها على النار، اطلع منها الرطوبة واديها اللون كده اللي هو الذهبي الاصفر الذهبي. هجيب بقى كيلو من الدقيق. النهاردة انا هشتغل في كيلو بالدقيق، لو انت عايزة تضعف الكمية زودي الكمية زي ما حضرتك عايزة. هنخل بقى الدقيق كده عشان اخرج منه اي شوائب علقة فيه. تمام كده. هنزل عليه بقى بنص كيلو من السمن. عايزه بقى الكعك بتاعك ما يكونش دسم ويكون نباتي، فخليك بالسمن النباتي اللي انا مشتغله بيه اليوم. لو انت عايزاه بقى عالي الدسم ويكون قوي معاكي في الدسامه، انزلي بالسمنه بلدي، نص كيلو من السمنه البلدي على كيلو من الدقيق. وهنزل بمعلقتين سكر بودره ورشه من الملح، وهنزل بقصنص الكعك. بيبقى فيه برضو ريحة الكعك بس بتبقى بودرة، فما كانش متوفر بصراحة، فنزلت كده بقصنص من ريحة الكعك. هفركهم بقى كده مع بعض واقلبهم مع بعض واخليهم يتدمجوا كده، واغلي في الدقيق بالسمنة وادمجهم في بعضهم كده لغاية ما توصل معايا عجينة كده زي الرملة. تمام كده. هجيب بقى كوباية حليب كده على جنب، تكون دافية، ما تكونش لا ساقعة ولا سخنة عشان ما تموتش معايا الخميرة. وهنزل بباكو كده من الخميرة بما يعادل بمعلقة كبيرة من الخميرة. هقلبهم كده كويس، هقلبهم كويس جدا، وانزل بيهم بقى على الدقيق والسمنة والمكونات اللي انا عاملاها. تمام كده. وهفركهم بقى كده فرك مع بعض لحد ما يتغلف كده كله مع بعضه. تمام. شايفين العجينه معايا عامله ازاي؟ رمليه كده الدقيق مع السمنه. وانا كده بس كان في تكتلات كده من السكر البودره، فبحاول كده افكها من بعضها واقلبه كده من فوق لتحت. وهنزل عليهم بمعلقتين كده من السمسم. السمسم اللي انا محمصاه. اما بتحمصيه كده بيدي قرقشه كده حلوه في الكعك، وبيدي كده طعم حلو لك للكعك وبيبقى جميل. انا كده قلبتهم كده مع بعضهم. هنزل بقى بكوبايه الحليب بالخميره، هقلبهم مع بعض وادمجهم كده. انا مش عايزين نعجن في العجينه، علشان لو عجنتي انت كده عجن كامل هتشد معاكي وهتعمل عرق ومش هتبقى حلوه معاكي. احنا عايزينها كده نلمي بس العجينه ان هي تشرب الحليب بالخميره. تمام كده. وهفركي كده على ايدك، يعني تحاولي كده انك انت بتغلفي العجينه كده مع بعضها. انا ما احتاجتش هنا لكيلو الدقيق الا كوبايه حليب واحده. وطبعا الدقيق بيختلف من دقيق للتاني. انت بقى عايزه تعملي دقيق اللي هو دقيق الكعك اللي هو للكعك مخصوص اعمليه. انا هنا عملت الدقيق اللي هو متعدد الاغراض، وكان مناسب معايا جدا وكان جميل، وكانت النتيجه جميله وارضتني جامد. هنا بقى العجينه معايا كده، ده الشكل النهائي لها. هنجربها كده ونعمل لها تيست. تمام كده. شوفي طالما العجينه كده ما بتفلقش معاكي يبقى كده العجينه ناجحه معاكي وممتازه. هغطيها بقى واسيبها كده على جنب لمده 5 او 10 من دقيقه، 10 دقايق. هتجيبي بقى كده السمسم، هتقطعي بقى دي بقى السمسم اللي انا كنت عاملاه على البوتاجاز. خدت منه معلقتين للدقيق لعجينه الكعك، والباقي هنا هنزل عليه بقصنص من الكعك، قصنص ريحه الكعك. وهنزل عليه بنص كيلو من الملبن. انا هنا الكيلو الدقيق احتاج معايا نص كيلو من الملبن. احنا كده بنحضر الحشو بتاعه. هعجنه بقى كده وادمجهم مع بعض. تمام كده. لحد العجينه ما تنعم معاكي عشان تعرفي تشكلها كور، وهنشكلها الكوره اصغر من كوره العجينه اللي احنا هنعملها للكعك. تمام كده. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتغفر بها الذنوب وتخفي بها العيوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا ارحم الراحمين. وطبعا ما تربطيش نفسك على حشو معين. انا هنا حشيت بالملبن، انت ممكن تحشي بالمكسرات، ممكن تحشي بالعجوه، ممكن تحشي بالملبن، ممكن تحشي باي حاجه انت تحبيها. الاكل مزاجات، وانت وراحتك في حشو الكعك.
وهنا كان الحشوة الملبن معايا زي ما احنا متعودين. وبعدين لما تعملي كده الكحك في البيت بيبقى البيت كله روايح كده، وريحته كده خبز، وريحته كده كعك وكده كده بتودينا كده للايام الزمن الجميل، وايام امهاتنا ما كانوا بيعملوا كده الكعك للعيد. ربنا يرحم امواتنا اللي مش موجودين، يرحمهم يا رب رحمة واسعة، ويبارك في اعمار الامهات الموجودة. كل سنة جميعا وانتم طيبين. انا عملتها كده كور، وشكلت الملبن كده لكور صغيرة. هجيب بقى صينية كده اللي انا هدخلها الفرن. لو انت عندك على صاج اعملي على صاج كامل، انا كده كان عندي صينيتين صغيرين فهعمل بيهم كده. هنا بقى المنقاش، وهنا كده البصامة، وهنا البصمات اللي انا هعمل بها الكعك. وطبعا انتي وراحتك بقى انك انتي هتشكلي ازاي الكعك زي ما انت عايزة. انا كده خدت كده قطعه من العجينه، وعملت كده فيها تفريغ كده، وفرغتها من جوه بصباعي، ونزلت بقطعه كده من اللي انا مكوراها من الملبن. هحطها بقى كده على البسطامه، وطبعا الشكل اللي انت عايزاه، وشكلي زي ما انت عايزه. التشكيل ده بقى بتاعك انتي وبمزاجك انتي كده. هجيب بقى، انا كنت حسيت كده ان التشكيله ما كانتش قويه قوي، فهمسك المنقاش كده وهبدا كده اشكل من الجوانب. بسم الله ما شاء الله. لما تعملي كده الحاجه بايدك بتبقي فرحانه وبتفرحي اولادك وبيبقوا مبسوطين. اعملي بقى، انا جربت في كيلو من الدقيق، انت جربي بقى، عايزه تضاعفي الكميه تعملي 2 كيلو، تعملي 3 كيلو، وتوزعي على حبايبك. اعملي يا حبيبه قلبي، وربنا يعود عليك الايام بخير. برضو هجيب كده قطعه من العجينه هشكلها كده. وهنا بقى البصامة بتاعت الكعك كده بتدي الشكل ده جميل جدا. لو انت حابة الشكل ده برضو تعملي بالبصامة دي. تمام كده. هخلص بقى كل العجين اللي معايا بنفس الطريقة وبنفس الخطوات. هجيب قطعة من العجينة واحط فيها برضو، افرخها كده بصباعي، وهنزل بقطعة من الملبن هلفها كده. ويعني ما تبططهاش انت كده، بس بايدك بس كده انك انت بتسويها، وبالبصامه او بالمنقاش واعملي لها شكل. لو انت هتعملي بالمنقاش يبقى تبصميها كده بايدك، انما لو هتعمليها بالمصامه على طول سيبيها، والبصامه هتفردها لوحدها. انا كده كنت عامله الكحكايه حجمها كبير شويه. بصراحه ما بحبش اللي حجمها صغير، بحس ان هي زي الغريبه او البوتفور، فكده الحجم ده كان مناسب معايا. انت لو هتعملي الحجم اصغر من كده هيرمي معاكي كميه كمان اكتر من اللي انا عاملاها. بسم الله ما شاء الله. الكحكايه كانت دايبه كده دوب، وكانت طعمها جميل، وريحتها كانت حلوه، ومفيش اي تكاليف. تحس كده ان الكحك متعوب ومصروف عليه، وفي الاخر ما بتلاقيكيش صرفت حاجه، وحاجات بسيطه جدا. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. اتمنى بقى تظهروا تفاعلاتكم معايا علشان يوصل لكم كل جديد، واتمنى بقى الشير واللايك. واللي ما اشتركش عندي بالقناة واول مرة يشوفني، يعني تشرفوني كده باشتراك منكم وبلايك حلو، علشان نعرف نكمل معاكم ويوصل لكم كل جديد. هنا بقى كده برضو هشكل كل العجين اللي معايا كده بنفس الطريقة وبنفس الحجم اللي انا عاملاه. ممكن تكون واحدة اكبر شوية او واحدة اصغر، يعني احنا مش هنبيع، هو في البيت والولاد اللي هياكلوه كده. انا خلصت اول صاج كده او اول صينيه. تمام كده. هدخله بقى الفرن. هيكون طبعا وانا بشكل فيه كده كان الفرن عندي درجه الحراره شغاله على درجه عاليه، يعني الفرن مسبق التشغيل، انا بشغلاه ومسبق التسخين. طبعا اول ما هحط صاج الكعك هوطي بقى الحرارة ل180، وهديها ل180، واحطه على الرف الاوسط، ومش هشغله من فوق، انا هشغل بس النار من تحت. تمام كده. هدخله بقى على الفرن، وابدأ بقى في تشكيل الصاج التاني. بسم الله ما شاء الله. ريمة معايا كمية حلوة وكمية وفيرة. اللهم بارك. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو مش عندك بصامة هنتصرف برضو، هتجيبي كده المصفى بتاعتك اللي عندك، وهتعملي عليها الشكل اللي انت عايزاه. تمام. انا كده دخلت الصاج الاولاني او الصينيه الاولانيه، وجبت الصاج التاني. ولو مش عايزه برضو تفردي ورقه زبده براحتك. تمام كده. هدخل برضو الصاج على درجة حرارة برضو 180 على الرف الأوسط، والشواية مش هتكون شغالة. ودي أول صاج طلع. بسم الله ما شاء الله. اللون من تحت ومن فوق تحفة تحفة. شوف الكعكة دايبة دوب دايبة دوب كده. الصاج التاني خرج من الفرن. بسم الله ما شاء الله. اللون معايا جميل جدا. في ناس ما بتحبش يعني تحمروا قوي، انا بحب بس اللون ده، انا بحب اللون ده في الكعك. لو انت عايزه تطلعيه لونه فاتح شويه انت براحتك، لو عايزه برضو تغمقيه براحتك، ده بتاعتك انت.
وبعدين احنا عاملينه في البيت لولادنا واحنا اللي هناكله، فنعمله زي ما احنا عايزين. بامانه الكعكايه كده دايبه، شايفين مفرغه من جوه، والعجينه بتاعتها كانت تحفه تحفه تحفه. شايفين الملبن بقى بتاعها من جوه كده مليانه ملبن ومليانه حشو، يعني كده ما يختلفش عن كعك العبد. هجيب بقى كده سكر بودره وهرش على الوش، طبعا ده هيتاكل، انما الباقي ما رشتش فيه كميه كده، ما رشتش عليها سكر. انا هحفظها كده وهعينها لحد ما نبقى عايزين ناكله نبقى نرش عليه. طبعا الكميه معايا جميله، والسكر البودره شايفين الجمال والطعامه. هاتي بقى طبق التقديم بتاعك وقدمي وفرحي اولادك، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير. وانتظروني بقى في فيديو جديد نعمل فيه الغريبه والبوتفور والبسكويت. واتمنى بقى تجربوا الفيديو وتجربوا الوصفه زي ما انا عملتها بكل المقادير، ولو عملتيها كده بنفس المقادير وبنفس الخطوات هتكوني محترفة فيها، وهتكوني محترفة بجدارة، وهتنجح معاكي وهتبقى ممتازة. قومي جربي في كيلو من الكعك واعمليه بنفس المقادير وبنفس الخطوات، وهتدعي دعوة حلوة من قلبك. كل سنة وانتم طيبين. قومي يلا اعمليه وفرحيني كده في التعليقات وقولي لي انك جربتيه بنفس طريقتي، وان شاء الله هينجح معاكي يا حبيبة قلبي. هنا بقى الكعك اللي انا ما حطيتش عليه سكر ده، انا هحطه بقى كده علشان اخزنه، او احطه في جنب في علبة مثلا، يعني مش هخزنه، اخزنه ده يتحط في جنب دلوقتي. وبعدين اللي احنا كلناه قدمته اهوت للتقديم. كل سنة وانتم طيبين. هرش عليه كمان كده شوية من السكر البودرة، بيخلي طعمه حلو، والولاد اصلا بيحبوا سكر البودرة عامة في كل البيوت. وكده كده الشكل النهائي بتاعه، شايفين الجمال وشايفين الطعامة. اتمنى بقى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.